ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون مفضلاتي من الارواج او افضل ارواج انا جربتها. افضل، اكيد انا مجربتش كل الحاجات، بس افضل حاجة انا جربتها ودي تجربتي انا الشخصية. من افضل بقى من حيث الثبات، من حيث انه الالوان قوية ولا لأ، السعر كمان. بس للأسف الأسعار اللي هقولها لكم في الفيديو ده أكيد هتكون قديمة، لأن الحاجات غليت كلها. فتابعوا معايا علشان تعرفوا ايه هي الأرواج دي. أول حاجة هتكلم عنها هو الأرواج بتاعة ماك. أنا مجربتش طبعا يعني كل الألوان، أنا عندي لون واحد. طبعا هو غالي جدا. أنا بدأت من يعني يعتبر الأكتر ثبات للأقل ثبات. أوكي، فده ماك. الدرجة دي اللي هي الهيروين. اوكي. ده انا كنت جايباه من فترة طويلة ب250. هو اكيد زاد دلوقتي، مش عارفة سعره بقى كام. دي الدرجة بتاعته. طبعا ثابت جدا، يعني بيقعد اكتر من 5-6 ساعات. تاكلي تشربي مفيش مشكلة. هو اللون بتاعه مطفي، بس هو كريمي، يعني بتوزعيه بيتوزع بسهولة جدا على الشفايف. اللون واضح. بس طبعا سعره غالي، ومش في امكاننا كلنا ان احنا نجيب ماك. انا من وجهة نظري المتواضعة ان البديل لماك الارواج بتاعه ويت ان وايلد. سوري. ده رقم 907 سي. الارواج دي انا بحس التركيبة بتاعتها شبه ماك. وعندهم الوان كتير موجودة في ماك. ناعم جدا، بيتفرد بسهولة، ثابت جدا جدا جدا. وشبه ماك في الدرجات وفي التركيبة. يعني الدرجة دي هتلاقوا منها في ويت ان وايلد. اوكي. دي ويت ان وايلد 907 سي. ويت ان وايلد اعتقد كنت جايباه حوالي 45 جنيه. مش عارفة برضو السعر ايه دلوقتي. اللي بعد كده في الثبات الارواج بتاعه بورجوا فيلفت. حلوة ثابتة. هي عاملة زي الجلوس، بس هي مات خالص، ما فيهاش اي لمعة وما بتنشفش الشفايف. ودي ميزة في معظم الارواج اللي انا هتكلم عنها النهاردة. سعره كان اعتقد 124 جنيه، او 120 حاجة يعني في الحدود دي. بيجي معاه فرشة كده. هو مشكلته الوحيدة هو ثابت جدا وبيقعد برضو، يعني كل اللي هقول عليهم هم ثابتين مش اقل من 5 ساعات، ما عدا واحد بس هقولكوا عليه في الاخر مش ثابت اصلا. بس بحبه يعني. المهم ده مشكلته الوحيدة انه اللون مش بيبان من اول طبقة. يعني بتحتاجي تحطي طبقتين من اللون علشان يبان. يعني بصي تحسي اللون شافف. يعني هو لما هنحط طبقة تاني و... وتسيبيه ينشف هتلاقيه بقى مات خالص. بصوا اللون وضح من تاني طبقة، تاني او تالت كمان، على حسب برضو الشفايف. الدرجة دي رقمها 10، والدرجة الفوشيا دي رقمها 6. حلوين جدا وانا بفضلهم وبستخدمهم يعني كل يوم تقريبا. وثباتهم ممتاز بصراحة. بعد كده مايبلين رقم اللي عندي ده 162. من الارواج الجميلة جدا جدا. هو مش مطفي، هو فيه لمعة بس بسيطة، يعني مش بيلمع قوي قوي. بس ثباته حلو جدا
ده رقم 162 وانا مش فاكرة سعره الحقيقة كان كام، بس يعني اعتقد كان ب60 65 حاجة زي كده. والوانه كلها حلوة وثابت جدا وناعم على الشفايف. بعد كده الروج بتاع اماندا، اللي هما اللاين بتاع اللي هو المات، بيكون الباكج بتاعته كلها لونها اسود كده. انا في رأيي ده احلى من اللي الباكج بتاعته احمر. انا بحب المجموعة دي اكتر يعني، ومطفي خالص وناعم برضو وكريمي جدا على الشفايف. ده رقمه 7. انا هتلاقوا الالوان بتاعتي معظمها الالوان دي، قليل لما بحط لون غامق يعني. ده رقم 7، وده كان تقريبا ب30 او ب32 حاجة زي كده. وتاني بفكركم الاسعار اللي انا بقولها اكيد قديمة، فوارد جدا يكون غلي، مش وارد، هو اكيد غلي. بعد كده الارواج بتاعت لونا، درجة 903، سوري 932، مش عارفة جبت الرقم ده منين. برضو كريمي، في لمعة بسيطة يعني، هو يعتبر يعني مش مطفي طبعا خالص، في لمعة بسيطة بس مش قوية. وثابت برضو حلو، كان ب28 جنيه تقريبا. الدرجة دي 932 ودي 921. ثباته حلو واللون واضح على طول، ما بتحتاجيش يعني تحطي طبقات. وشايفين اللمعة بتاعته خفيفة، مش لمعة قوية. الأقل ثبات خالص يعني للأسف، بس أنا بحب برضو الروج ده أو الأرواج بتاعة اسنس. أرواج اسنس كريمية جدا، تنفع طبعا كل يوم، سعرها معقول، بس مش ثابته قوي. المشكله في الثبات، مش الثبات بتاعها مش حلو الحقيقه. ده من المجموعه الجديده اللي هي نزلت اخر فتره، لاين كده كان اسمه نيود تقريبا، حاجه زي كده. درجه دي رقم 5. انا بحبه لان هو الالوان يعني خفيفة، ولون الشفايف كده بس تديكي يعني حيوية وخلاص. ثباته يعني لو ما كلتيش وشربتي وكده وقعدتي ممكن يعني 3-4 ساعات بالكتير، لكن لو شربتي ولا كلتي عادي جدا هيتمسح يعني. بس انا بحب الدرجات بتاعته بصراحة. ده كده بالنسبة للأرواج اللي هي ماركة. في حاجات انا جبتها كوبي، قلت اجربها يعني، لقيت ان هي يعني ليه لا ما جربهاش، فجبت الاتنين دول. ده مفروض ان هو تقليد انستازيا، بس هما يعني مقلدينه بشياكة قوي. انا ده جبته للأسف لقيته في حتة ارخص يعني، انا جبته ب65 او ب65، لقيته في اخر العنقود موجود ب45.5 تقريبا يعني. فالمهم دي درجة كشمير. عايزة اقول لكم ان هو ثابت جدا 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 ومطفي جدا، واللون قوي جدا يعني. بصوا هو بيجي بالفرشة دي، اللون تحفة، وثباته عالي جدا، ما بيتشالش غير لازم ميك اب ريموفر او وايبس مخصوص للميك اب يعني. هو انتوا شايفينه كده لما هينشف هيبقى مات تماما. واللي انا حطاه ده برضو مفروض ان هو تقليد ماك. ده كان ب35. برضو حلو ومش وحش ابدا يعني، لو حابة تجربي جربيه. وريحتهم حلوة على فكرة، مفهوش اي ريحة وحشة ولا حاجة، ريحتهم عاملة زي الكراميل كده. ده اللون اللي انا حطاه دلوقتي. شايفين لما نشف بقى مات تماما،
وفعلا ما بيتشالش غير ميك اب ريموفر. تاكلي تشربي اعملي اللي انت عايزاه، وفي الاخر مش هيتشال برضو، لازم ميك اب ريموفر. وعايزه اوريهولكوا لما ينشف علشان تشوفوا الدرجه ازاي اتحولت لمات. ده شكله لما نشف، هو برضو لسه هينشف اكتر، بس انا عشان يعني الحق اوريهولكوا في الفيديو. بجد حلو جدا وثابت جدا وريحته جميله وما فيهوش يعني معرفش، عشان برضو يعني ما اقولكوش هاتوه. هو للي مش عارفه تجيب الالوان دي في ماركات تانية او حابه تجرب ده، او الانستازيا الاصلي غالي جدا، فلو حابه تجربي جربي. وممكن هاتيه وما تحطيش كل يوم على اساس ما يبقاش استخدام كتير، فاذا في ضرر يأثر علينا. لكن لو استخدمتيه كل فتره ما اعتقدش ان هو هيضر، والله اعلم يعني. وطبعا انتي فكري وقرري براحتك. بس كده، هي دي كانت الارواج المفضله بالنسبه لي، او الحاجات من احسن الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني. وكمان في الروج بتاع فلوريل، بس انا نسيت اجيبه لكم في الفيديو ده. الارواج برضو بتاعتهم حلوه، بس يعني تعتبر ب75، كنت جايباه برضو من فتره، فهتلاقيه بقى عدى 100 ولا حاجه. لكن هي دي كانت الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه قريب. مع السلامه.